ود باسمك يا كريم ديما في المبدأ، ويا خالق العباد حر وحرطاني، ويا رازق الوعال في وسط السدة، ويا وراد القاب في البر الخالي. وضاقت روحي قلت نختار لابد، ومتوحش ذيك السحاري في بالي. وتجيني الاخبار ديما على البندا، وقالوا لي ثاني حبيب الزوالي سايح من الاشباح كي عصر الشهده، وسوفي من الابطال في الجيل التالي، معروفين بعصرهم جد وجده، اهل النخله والابل والبوادي. لا سياره فاخره شور ونقده، ولا قارح مدبوب يربي الاوطاني، سرجوا بالمجبود ومعاه البده، وركبوا من قوس صنعة المساني. هذاك اللي بيه للبندا نقده، وضارب الخطرات وبحر الليل. سرشتوا في الليل من كاف القعده، وخفضوا رداد الفج الخالي، خلفها ويدان وجبال وسنده، ووقت الوحده نزور قصر التجان، ونصبح في لقوات عرض الشهداء، ونريح يومين ونقد حوالي، تتوطى ذيك السحالي مرفوده، وندهم بالريال لو كانت والي. ونحدث عودي على ذي المهموده، ويصرش مرات يسمع الاقوالي، ساعه يزلج حافل ويرحي كرده، ولدها مسيد الخيل يبحث ويشالي. ومن علف المقلوث جلده ما يندى، ومن الاقواط اللي تقرد بالتليالي، وما يبقاش الواد من ثم كوده. ومشيت 6 أيام للنجع الفالي، ساعة حنية نصيب فيها مجرودة، وتسمع حس بحولها غير الصادي. ووصلنا يا قارحي بر البندا، ولاحتنا الأقدار والشوق ينادي، وهذا من الأسود ما هو شي بندا، وخصلة زينة دارها ولد الوادي. والسلعة اللي تكون ثاني مفقودة عند البندا نصيبها يا جوادي. والفقير يجيه يد العيادة بالسعر اللي يعود معقول وهادي، ولأهل الواد هديت هذا القصيدة، وطالب دعوة خير منهم لأولادي. ونشكر ثاني جيشنا والقيادة، وحراس الحدود ضد المرادي، ونتهلوا في الضيف واللي يقصدنا، والجزائر نعزها أرض أجدادي، وجميع اللي يطبعوا والحسادة، وما يدخلش حدودنا حتى شادي. وبالمجاهد جاب هذه القصيدة، ونكتبها تاريخ تبقى لأحفادي، ومتمني في خاطري زورة جدة، وفي المدينة ثمية وفا مرادي، نخمل الأرحال ونزيد العدة، ونستنى وين ينادي المنادي. والصلاة تعلن بها نبدأ، وفي الختام نقولها عند رقادي، وصلى الله على أحمد سيد السادة، من سماه الحق الأمين الهادي.